بسم الله ما شاء الله، سمي الله وتعالى اتفرج معايا شكل الشقة بقت عاملة ازاي. فنيات عالية جدا وكواليتي وشغل محترم قوي بصراحة. بص شكل السقف في الريسبشن عامل ازاي، الليد بروفايل وشكل الاسبوتات حاجة من الاخر بصراحة. معقولة دي شقة العباسية اللي سقفها كان واقع ومتدمرة حرفيا؟ بص كمان مطبخ لما فتحناه على الريسبشن بقى شكله عامل ازاي. طيب خدت بالك من الابواب والتجاليد الخشب اللي موجوده بين البابين وكمان فوق الابواب؟ اقسم بالله لوحه فنيه بمعنى الكلمه، كل حاجه متوظفه في مكانها ومعمول حسابها بالملي. طيب خدت بالك من شباك المطبخ اللي عملناه بين الوحدتين عشان نوفر مساحه التخزين؟ طيب خدت بالك من كشافات الطوارئ اللي موجوده؟ خدت بالك من الخامات اللي مستخدمينها؟ افضل خامات والله ما تغلى على اصحابها، وبجد ربنا يبارك ويجعلها فتحه خير عليهم. لسه الاستورج بيدي الفينش النهائي الابواب على فكره، بس سيبك انت، اوضه النوم جامده مش كده؟ شايف السقف بتاعها عامل ازاي؟ شايف العلاقات؟ حتى السرير عملنا وراه جبسون بورد وتجاعيد خشب. انا حاسس اني مش في العباسيه اصلا، حاسس اني في شقه فندقيه في التجمع. عايز اوريكم كمان الشباك لما كبرناه عشان نور غرفه نوم الاطفال وعشان نقدر نحط منشر تقدر تستخدمه ست البيت في النشير. مش بقول لك كل حاجه معمول حسابها؟ بشكر طبعا مهندس صالون على المجهود المحترم قوي، وبشكر مهندس هيثم على تعبه معانا في الرسومات واهتمامه الكبير بكل تفصيله صغيره وكبيره، وبشكر كل عامل وكل صنايعي يشتغل معانا واشتغل بحب. احلى كوبايه قهوه بقى من احلى محمود النقاش في الدنيا. واخيرا شكرا ليكم وشكرا على اهتمامكم ومتابعتكم وثقتكم الكبيره فينا، وانتظروا لقاء مفتوح فيه شرح كامل لجميع المراحل اللي مرينا بيها والتحديات والصعوبات اللي واجهتنا وازاي قدرنا نحلها ونتغلب عليها. انا محمود مختار ودي شقه العباسيه. سلام.